قلت لها تعال اطبخي قالت لي مريضة، قلت لها تعال لي قالت لي فنع لقيت العريضة. اهو كده الشغل يا زمالة. يعني معناه ده ضايع. وعاد طب يا معناه المثل ده يعني فلان راح يشغل مخه تاني يا احمد. يشغل مخه علينا. راح لعب لي عمر جابر وعمر السيسي يعني. طب ما تبدا فوق الفاروق جعفر يا ابو العام، عمل لك ماتش عالي بتاع سموحه عالي ويسلم ويستلم واهداف ومدفع له 15. ما هو قال لك يا ابو دقيقه يعني هو واخد بالك راح لعب لي عمر السيسي على اساس انه هو عنده خبرات افريقيه يعني، واخد 3 دوري ابطال افريقيا هو صح؟ ما هو لعب عمر جابر برضك عشان عنده خبرات. يا اخي بس بلا عنده خبرات ولا عنده نبراب يا اخي، ده حكاوي على قدام. نيمار ما عندوش خبرات برضه. عندوش خبرات لا ما عنده، بس هلعب احسن منه، هلعب احسن منه يا احمد. هيلعب صح. امال ايه يعني؟ يا ابوي بس ما تعفرتش في نفسك. ده كله كوم يا احمد، ده كله كوم وعواد. حط لي قدام الرجل المهاجم بتاعهم، ده كلام. لا يا عواد يا عواد يا عواد يا ابوي خلاص. ثاني ابو محمد صبحي يا ابوي، ملعب الثاني ما عندوش. اها عشان الناس ترتاح يا احمد. يا ابوي مش هينفع الشغل دي. ما هو مش هينفع. صبحي ما عندوش خبرات. مش هينفع يا احمد. صبحي ما عندوش خبرات ما برضه. ده ما عندوش خبرات وده ما عندوش خبرات، امال من عنده خبرات يا ابو العام؟ هو عايز لعيب يا عندها اخي خبرات. ده الواحد المراره اتفقعت يا احمد، ما حملش تاني يا احمد. ابوي هدف نفسه. المفروض اروح تونس لا اتعادل لا اكسب، خساره. انا كده خلاص شكلي باي يا احمد افريقي. وشكله باي. ها هو برضك اتاخر على ما بدل. ها الناس الجديده دي كان المفروض اعطاها من بدري. المفروض يا احمد غير دقيقه 90 هو ما ينفعش. هيعمل لي فيها جوارديولا يا احمد. ما ينفعش برضك. لا الاول هو من ساعه ما خدروا له كام الشعراء البيضاء دول واللي خدوا مجال. اقول لك على حاجه، قول. انا معايا قراطين حيلتي في البلد، لزرعهم جرجير وكزبره. وزرعهم جرجير أيوة. وكزبره، انا اروح ابيعهم وادفع الشرط الجزائي بتاع الراجل ده ويتوكل على الله، ده هيودينا في داهيه من اخر السنه. هتبيع القراطين عشان الزمالك. انا ادفعهم يا عم الحاج من جنبي. يا ابوي ما تدفعهم. ما ينفعش يا احمد الزمالك يبقى برضه حالنا ده يا احمد. هو هياخد الوقت بتاعه وهيمشوه برضه. يا عم نحن نمشوه على كده، نلموا يا عم مع بعض. يا با يابا خلاص يا با. احمد انا الصراحه انا بص فاض باي خلاص قادر اشتغل. يا ابوي هيرجع مرتضى ان شاء الله وهيرجع الناس دي كلها. يا راد مرتضى يا احمد، ما النهارده راح عوافي حد ستيك. يا مرحب بيك اللي مضحكني ومفرحني ومخلي الابتسامه على وشني. ينصر دين الزمالك يا حاج صديق. ده الواحد مش عارف من غير الزمالك كان هيضحك كديع. والله العظيم مخلينا دايما مبتسمين يا حصالة افريقيا والشرق الاوسط كله. لسه بدري من عمرك. لا مؤاخذة صحتي حزينة. شفت حيلك بتحبش مرتضى يا حاج صديق. وبتعرفنا شهر وطالع. كل سنة وانت طيب. ما خلاص يا حاج الخطيب علم عليه واللي كان يا حاج صديق. راح ابو زعبل يعني. خلاص يا احمد كل كلبوش يا احمد مرتضى. ده كلبوش. كل سنة اي حد هيقف ضدنا احنا ولا كورة ولا غير كورة هيروح في الرجلين يا حاج صديق. راحل كان يجيب لنا حقنا يا احمد. كل سنة وانت طيب يا حاج صديق. راح ما تنساش تاخد له حلاوة طحنية وعيش معاك انت ورايح. وكل سنة وانت طيب وسنة سعيدة عليك يا حاج صديق. يا احمد قلبي كتكت يا وكل ابوك انت. والله على طول مكتكت. شيلني اشيلك انا يا حاج صديق. شيلوني يا ناس. ده ما تصحك ان الوقت. والله كتر خيرك. امسك نفسك. والله كتر خيرك. الله يكون في عونك يا حاج صديق. الله يكون في عونك. يخرب بيت ابوك يا اهلي. ده انا حفلت كتير جو نهردي. ده الاهلي ما يخسر لا يجي يموتني خالص. انا عاوزين يمسكوا صن داونز نعلموا عليه. ده روح اتدسى فين انا لو اخسر الاهلي. بس ان شاء الله هنفوزوا. ان شاء الله باذن الله هنفوزوا. يا اما هنفوزوا يا اما اتدسى في الكبابين.